السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دين، ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه المصريه. جبت لكم امثال شعبيه جميله جدا ومفيده جدا، وخليكم معايا لاخر فيديو عشان نشوف ايه قصه الامثال الشعبيه اللي انا جبتها لكم النهارده. خليكم معايا. على راي المثل، يا عم سيبك منه ده كيس جوافه. او مثلا، هو انت يا عم شايفني لا سمح الله كيس جوافه؟ هو احنا ليه رابطين دايما مثل كيس الجوافه بان واحد كده ملهوش اي لازمه؟ تعالوا بقى انا هقول لكم. قصتها بترجع ان الفلاحين زمان لما كانوا عايزين يحددوا الاراضي الزراعيه بتاعتهم ما بين الاراضي التانيه، فكانوا بيزرعوا اشجار جوافه، وكان بيزرعوها بس عشان يحددوا بيها الاراضي الزراعيه. ومعنى كده ان هم ما كانوش ياخدوا، يعني الجوافه كانت بتطلع ان هم ما كانوش بياخدوها ويروحوا يبيعوها، فكانش ليها اي لازمه. فلما يكون في حد عابر سبيل مثلا خد جوافه، فما كانوش بيزعلوا عليها عشان هي ما كانتش ليها قيمه عندهم. بقى الكيس اللي ربطوه بقى بالجوافه، فبيقول لك ان الكيس اللي احنا بنتكلم عليه بيرجع للثلاثينات، يعني الثلاثينات في الماضي. كان الاكياس كانت بتصنع من الورق، كان بيبقى لونها كده بني وكان خفيف. بس الاكياس دي ما كانتش ليها اي لازمه، كانوا بيحطوا فيها الفاكهه تتقطع، يحطوا فيها الخضار تتقطع. فعشان كده ربطوا الجوافه اللي هي الفلاحين اللي كان بيزرعوها عشان يحددوا بيها الاراضي ان هي ملهاش اي لازمه، بالكيس اللي هو بيتقطع بيبقى ملهوش لازمه، فقلنا كيس جوافه. المثل يا عم سيبك منه ده في البتنجان، بل البتنجان والترارلي. يعني احنا دايما بنربط البتنجان ده بحد مثلا دماغه تعبانه او ان هو مجنون، نقوله ده في البتنجان. طب ماله بقى البتنجان؟ هو اللي بياكله يجيله بتنجان يعني في دماغه ولا ايه بالظبط؟ انا هقول لكم. يرجع قصتها للفراعنه. اصل احنا بنحب نحافظ على التراث بتاعنا، زي ما انا قلت لكم ان الفراعنه كان كاتبين على الجدران بتاعهم ان النفوس بتتغير، وان الناس بيجي لهم ترارلي يعني في وقت المحصول بتاع البتنجان، وان وقت المحصول بتنجان تجميعه ما بين شهر 4 و5. فتلاقي المزاج كده بيتغير، اللي بيجيله اكتئاب، واللي مش طايق نفسه، واللي عايز ينتحر، واللي في الوقت اللي هو تغيير الفصول دي. فعشان كده ربطوا اللي هو تغيير الحالة النفسية بالبتنجان وقت المحصول بتاعه. وعلى رأي المثل، وطي صوتك اصل الحيطان ليها ودان. الكلام ده دايما بنقوله لما احنا بنقول مثلا سري لجوازنا، سري لحد قريب منا، فبنخاف لحد يتصنت علينا، وخصوصا يعني 90% من الجيران يعني. طب هي الحيطان ليها ودان فعلا ولا ايه التأليف اللي احنا بنألفه ده؟ انا هقول لكم. قصة اللي الحيطان ليها ودان ان هو مثل مش مثل عربي، جبناه من بلاد بره، يعني احنا جايبينه من ايطاليا. كانت ملكة ايطاليا اللي هي كاثرين كانت عندها وسواس قهري، وكانت عايزة تعرف الناس بيتكلموا عليها في ايه جوه القصر بتاعها، فراحت جابت اجهزة تصنت وزرعتها في كل مكان في القصر عشان تسمع الخدم بيقولوا عليها ايه ولا الوزراء بيقولوا عليها ايه، عشان هي عايزة تعرف عشان تعاقبهم. المهم، في يوم من الايام جه الوزير، كان قاعد مع حد في احد القاعات جوه القصر، فكان بيتكلم في موضوع مهم، فقال للوزير لصاحبه وطي صوتك علشان الحيطان ليها ودان. ومن ساعتها المثل ده انتشر وجه عندنا في البلاد العربية. على رأي المثل يا عم غلب حماري، دايما بنقوله لما يكون حد بيديك مسألة او مثلا فزوره، فتيجي تقول اصل غلوب حماري. طب انت مدخل الحمار ليه؟ ما انت اللي مش فاهم. هو الحمار هو اللي مش فاهم ولا هو اللي غلب يعني؟ المهم، تعالوا اقول لكم على قصه يعني غلب الحمار ده، يعني خلاص جاب اخره الحمار. قصتها بيرجع لجحا. جحا كان عنده حمير، فكان في يوم من الايام كان راكب الحمار بتاعه، وكان معاه الحمير بتاعته، وكان بيعد الحمير وهو راكب الحمار بتاعه يلاقيها ناقص، ينزل من على الحمار يعد الحمير من تاني يلاقيها كاملة، يرجع تاني يركب الحمار ويعد بقية الحمير يلاقيها ناقصة، لما غلب الحمار معاه. فمن ساعتها بقى طلع قصة غلوب حماري، يعني تعب، يعني خلاص الحمار اللي في المخ ده بس كده هالي بعضمة لسانه. الكلام دايما بنقوله يعني واحد يجي بيعترف على نفسه، او مثلا موضوع فيه مصداقيه فبنقول ده قالها بعضمة لسانه، يعني فيه صدق. يعني المهم، يعني قصة العظمة اللسان، هو اللسان ليه عظم
حد يقول لي هو اللسان ليه عظم؟ انا هقول لكم بما اننا احنا مصريين ومثقفين ان اللسان ليه عظم، بس مش باين عليه، اصل هو موجود هنا في اسفل، يعني في الحاجز السفلي، ما بين الحاجز السفلي وما بين كمان اللي هو الصندوق الاصوات. فبيقول لك العظمه دي الوحيده اللي مش متصله بالعظم بتاع الجسم كله. فسبحان الله، بما اننا احنا مثقفين فبنقول عظمه اللسان ومحدش يعرفها غير المصريين. وانا اعزائي المشاهدين وصلنا لاخر حلقتنا، ولو الفيديو خفيف على قلبكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، لو في اي مثل او اي معلومه عايزين تعرفوها يا ريت تكتبوها لي في التعليقات ونعرفها مع بعض. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.